صباحي او مشمس او مشرق وانت بتصحى متاخر تشرشق الطيور وتزعزع الزيور، تجي لك مكالمه على الفيس تايم من البرازيل، خالك اللي عايش هناك اتوفى. ده الخبر الوحش. الخبر الحلو انه ساب لك ورث يقدر ب 40 مليون جنيه. طبعا ابو الثقافه يفرح لانه بيحب الروايات وبيدخلها دايما على شاشه التلفزيون كمسلسل او فيلم يقدر يخرجه او ينتجه في يوم من الايام. امال انا ليه داخل لك الدخله دي وعمال اقول لك صباح يوم مشرق وصباح يوم مشمس؟ حضرتك ناقد فني كبير، اصلا مش عاجبك اي حاجه من العبث اللي انت بتشوفه على التلفزيون ده. هو بتلاقي مكالمه جايه لك من مدحت العدل يقول لك البقاء لله ابو الثقافه، ما تشاركني بالورث بتاعك في عمل فني. ابو الثقافه يفرح. ابو الثقافه على وشك انه يبقى ابو الانتاج. هو بتفتح اللابتوب وتكلم صديقك المفضل شات جي بي تي، تقول له يا شات جي بي تي دلوقتي انا معايا 40 مليون جنيه، تنصحني ان انا ابدا الفيلم ازاي او اعمل مسلسل ازاي؟ فبعد كثير من الغباء الاصطناعي قررت انك تقفل الهبل اللي انت بتعمله ده وتتفرج على افلامك المفضله بقى. شغال يا ابني انسبشن وفجاه تاخد بالك من التتر وتكتشف ان اقل عمل فني بيشتغل عليه 500 موظف. ما اصلك يا ابو الثقافه تقدر ان انت تنتج الفيل الازرق او عنتر وبيسه، او تقدر ان انت تنتج مسلسل زي عين سحريه او قطر صغنطوط. انا مش جاي اعقد لك الموضوع واخليك تفقد الامل في ال 40 مليون جنيه بتاعتك وتروح توظفها في عقارات او في اي حاجه. انا جاي افهمك ازاي تعمل عمل سينمائي ينجح ويكسب. ببساطه ارسيك ازاي تنتج عمل فني. الفن بدأ قبل الكتابة بآلاف السنين، لما الإنسان حاول إنه يفهم العالم ويترك أثر، ونقدر نقول إنه أدرك أن الواقع وحده لا يكفي، فحول مشاعره زي الخوف والفرح لصورة. بيقال إن الفن بدأ بالرسم، والرسم كان على طريق الجدران واكتشفوها أيام الفراعنة أو المصريين القدماء. ولكن مش كل الناس بتفهم إن الرسم مش بداية الفن، ولكن الفن هو بداية المعنى. أو الثقافة. الإنسان ده كائن غلس جدا، رفض إنه يمر على الحياة صلتي مولتي كده، فقرر إنه يوثق اللي بيشوفه في حكاية على صورة. ومن وقتها والفن بقى أعمق طريقة الإنسان يكتشف بيها نفسه والواقع اللي عايش فيه. ونقدر نقول إن الصورة كانت أول لغة حتى قبل الكلام، لأن العقل البشري بيفهم الصورة أسرع من الكلمة. الإنسان كان عايش في عالم مليء بالمغامرات والظواهر الطبيعية الغير مفهومة، فكان بيرسم أو يمثل الأحداث اللي بتحصل دي على شكل صورة وحكاية. لأن ببساطة لو قدرت أحكي الشيء يبقى فهمته، ولو فهمته يبقى قدرت ان انا اسيطر عليه. ولهذا السبب يطلق على الميديا في وقتنا الحالي الايدي الناعمه. والإنسان منذ بدء الخليقة وهو بيحاول إن هو يحسن تجربته في الحياة وفي المعيشة وحتى في الرفاهية وتوصيل الرسالة، فقال لك طيب ما نجيب صورة ورا صورة تمثل حركة معينة فيبقى شكلها بيتحرك. ومن وقتها واتولدت حكاية اسمها السينما. ديسمبر 1895 أول فيلم مدفوع وكان اسمه Arrival of a Train، وده كان بيوثق لحظة القطر دخل فيها. ولما حتى يقال يعني إن الإنسان حتى شوف الإنسان أوفر من زمان قد إيه، قال لك يقال إن هم لما شافوا القطر وهو داخل الناس طلعت تجري. تطور السينما كان على إيد واحد اسمه جورج ميليه، قال لك السينما مش شرط تسجل الواقع، طيب ما تيجي نضيف شويه فانتازي، فعمل فيلم اسمه A Trip to the Moon. والفيلم ده كان من غير صوت، بس كان مجرد تخيل لمجموعه من البشر طلعت على القمر. بعدين العالم اتقلب بعد دخول الصوت مع الصوره تقريبا سنه 1920. ولكن ممكن نقول ان اهم تجربه لدخول الصوت مع الصوره كان فيلم اسمه ذا جاز سينجر سنه 1927. كده اتكلمنا كلام اسمه ثقافة. تعال بقى نتكلم عن أهم 5 مراحل في إنتاج أي عمل سينمائي. اهم حاجه في اي عمل فني ايه؟ بالثقافه. تقول لي المخرج، اقول لك طبعا مهم، ولكن مش ده اهم حاجه. تقول لي اكيد الممثل، لان الممثل هو اللي هيخلي الفيلم يتباع. مش شرط ان بطل العمل هو اللي هينجح العمل. تقول لي المنتج، لان هو هيصرف اكتر ويكلف اكتر. اقول لك برضو لا، الحاجات دي مهمه جدا بس مش باهميه الفكره او القصه نفسها. لدرجه يا ابو الثقافه ان في امريكا بيحطوا اسم المؤلف قبل المنتج او المخرج احتراما وتقديرا للجهد اللي بيبذله. علشان كده اهم مرحله وهتعرف ليه هي مرحله اسمها الديفلوبمنت او التطوير. الكتابه دايما بتبدا من فكره او روايه عجبتك، وانت انا هحكي لك. انت مثلا جات لك فكره لكاركتر اسمه حسين. حسين بيدخل في طرقه طويله فيها عمارتين، العمارتين وما بيبقاش فاكر هو في انهي عماره فيهم، فيقرر انه يدخل العماره اللي على ايده اليمين ويطلع مكان اللي المفروض متوقع فيه شقته، فيخبط فيلاقي حد غير زوجته هي اللي تفتح له الباب وتقول له مين حضرتك؟ يقول لها هو فين فلانه وفلان؟ لهم دول كانوا عايشين هنا بس عزلوا من ساعه ما الاستاذ حسين اتوفى. الفكره بقى دي بيجي بعدها ريسيرش، يعني انت لازم تحط سبب منطقي ليه البطل ناسي مكان معيشته، وهل البطل فعلا
فعلا اتوفى ولا ايه المرض اللي ممكن يكون موجود عنده. ولو عايز تدخل مجال الكتابه فارشح لك كتاب اسمه سيف ذا كات وسكرين بلاي بايبل، وطبعا كتب سيت فيلد كلها. المهم الكتابه بتبدا بحاجه اسمها اللوج لاين، وهي عباره عن جمله بتشرح فيها فكرتها. وبالمناسبه مسلسل تحت الوصايا على حسب كلام محمد دياب اتباع باللوج لاين بس. بعدها بيجي مرحله اسمها التريتمنت او المعالجه، والمعالجه دي بتكون مكونه من 5 صفحات ل 25 صفحه بتشرح فيها الشخصيات الرئيسيه، بس تشرحها بعمق اكتر. يعني الشخصيه دي ليه بتتعامل بالطريقه دي، ليه بتضحك بالطريقه دي، كان في انهي مدرسه، اتعلم انهي علام، بيعيش ازاي، ابوه كان قاسي عليه ولا كان عادي، مامته بتحبه ولا لا. ومن افضل الناس اللي انت تفتكر لها شخصيات هو الفنان احمد مكي، اتش دبور وحزلقوم. الحاجات دي معموله صح قوي لان هي معمول لها حاجه اسمها الكاركتر بروفايل. المهم ان انت الشخصيات دي بتحط لها القصه، حاجه بتسلم حاجه وسرد للموضوع من غير دخول في تفاصيل. يعني ما تحطليش البطل قال البطله ايه يا بنتي انت فين، مفيش الكلام ده. بتقول يا باشا القصه بتاعتك حاجه بتسلم حاجه، تكون ماسكه نفسها، وحدث بيسلم حدث. مهم جدا انت تكون عارف التون او الحاله العاطفيه، يعني المود العام من المسلسل او الفيلم اللي انت بتعمله ده عايز تخرج منه ايه، يعني ايه الاحساس اللي المفروض يحس بيه المشاهد، كوميدي، دراما، سسبنس، ايه الحاجه اللي انت عايز المشاهد انه يحس بيها. وبعدها بتكتب درافت او مسوده او مسوده او مسوده او مسوده او مسوده او مسوده او مسوده. الفيديو ما علقش، ده اللي بيحصل فعلا. انت بتكتب، بعد كده المخرج يقول لك والله السكريبت حلو جدا بس انا عايز البطل يظهر شويه اكتر، او خلي النهايه فيها سيكه امل، او اظهر لي البطل شويه. هو حرفيا اي حد معدي في اللوكيشن ممكن لو شاف حاجه في السيناريو يعدل عليها، وانت وشطارتك يا تضيف احداث فعلا تكون كويسه او تكون بتضيع وقت. طيب فنفترض ان حضرتك ما لقيتش فكره، ساعتها بتدور على روايه تشتريها، وبتشتري حاجه اسمها الديريتيف وورز او المشتقات. بتتفق مع المالك بتاع الروايه او اللي عنده حقوق الروايه دي وتقول له انا عايز ان انا اشتري العمل الفني بتاعك. لو تعبت في التفاوض ولقيت انه عمال يبتزك وشايفك متمسك قوي بالروايه وانا جاي لي عرض من فلان وجاي لي عرض من فلان، فساعتها ممكن تقترح عليه عرض اسمه اوبشن، يعني ان انت تحجز الروايه لمده زمنيه معينه تنتج فيها العمل الفني بتاعك. طبعا بعد المده الزمنيه دي يعني ايه، مش محتاج اقول لك هي ولا طار. في مشاريع بتقعد سنين في مرحله الديفلوبمنت او التطوير، وكل ما قعدت اكتر كل ما الفكره استوت اكتر ولقيت الاشخاص المناسبين اكتر ولقيت نفسك بتسلم الاحداث احسن، وكل ما العمل فرقع وعجب الناس. طيب زي ايه؟ زي لام شمسيه. لام شمسيه من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق عمله مخرج من اجمل مخرجين الدراما في السينما المصريه، وهو المخرج كريم الشناوي. رغم ان المخرج كريم الشناوي كان عنده حاجه اسمها الجرين لاين، ودي المرحله اللي بتنقلك للمرحله الثانيه في الكتابه. كان عنده اكتر من مره الجرين لاين في انه يبدا تصوير المسلسل من سنه 2021 تقريبا، ولكن كان اجابته دايما احنا مش مستعجلين على حاجه، لدرجه ان لام شمسيه كان صاب ممثلين تانيين خالص، ولكن مع الظروف وتظبيطه الكرو المسلسل طلع بالشكل اللي احنا شفناه ده. والامانه يعني لازم افهمك كمنتج وارث من خلق اللي في البرازيل ان كل سطر في السيناريو بيساوي قرار انتاج. يعني انت بتكتب في السيناريو مشهد خارجي للبطل بعربيته والدنيا بتمطر وفي رعد وبرق، هوب البطل يفقد السيطره على الطاره والعربيه تتقلب وتفرقع، فانت هنا كتبت تصاريح امن وعربيه هتفرقع واضاءه غاليه جدا عشان تعرف تعمل افكت الرعد، وكل كلمه انت كتبتها بتترجم لتكاليف كبيره جدا على 10 ثواني ممكن في الاخر ما تستخدمهاش في الفيلم بتاعك، زي ما حصل في الفيل الازرق لما طبعا المخرج المبدع مروان حامد قرر انه يشيل المشهد بتاع يحيى وهو بيتقلب بالعربيه مع مراته، لان في الحادثه دي اتوفت بنته ومراته، وبدل المشهد ده حط المشهد وهو بيحكي عن مراته وبنته بتأثير علشان ما تكرهش البطل وتتعاطف معاه. علشان كده الكاتب اللي بيفهم في الانتاج بيكتب بحكمه، وده تقريبا حلم اي شركه انتاج او مخرج. السيناريو هو اللي بيحدد هتصور فين، كام يوم، هتحتاج كام ممثل، كام عربيه، كام كرفان. يعني الورق بيترجم لجدول والجدول بيترجم لفلوس. السيناريو مش حوار جامد وتخلي البطل يحزق يقول لك فلوس يلعن ابو الفلوس. حلو الاداء ده ولا ما يجيش؟ ها رب ارزقني باي عمل فني اي حاجه. المهم ان بعد كده بتيجي مرحله اسمها مرحله الباكج، يعني مين بقى اللي هيكونوا العمل ده، ايه المود الدرامي او الاكشن اللي انت عايزه، مين المخرج اللي انت متوقع انه يعمل العمل الفني ده، مين الممثلين اللي شايفهم ينفعوا مع الادوار دي، سيناريو، رؤيه للانتاج، وبعد كده اقول لك مبروك خش على المرحله اللي بعدها. لو بتتفرج على فيلم او مسلسل وحسيت ان احداثه غير منطقيه، يعني مثلا البطل ماشي الصبح
فوصل بالليل في مشوار المفروض ان مدته 20 دقيقه. فده تقريبا بيكون بسبب حاجه اسمها البوست برودكشن. في امريكا يا ابو الثقافه الفيلم بيتصور قبل ما يتصور. تقول لي يعني ايه؟ اقول لك اللي قدامك دي مشاهد لريد بول مرسومه 2 دي و 3 دي، وده بيكون اسمه الستوري بورد. بعد كده بتعمل حاجه اسمها البرودكشن ديزاين، بترسم شكل العالم والوانه تفاصيله عشان يبقى في تناسق بين الصوره والسيناريو. وبعد كده بيتعمل حاجه اسمها التك سكاوت. الفريق اللي هينزل يصور بينزل يشوف فين الكهرباء، هندخل الشمس من انهي ناحيه، هنحط الظل من انهي ناحيه، فين الصوت، عامل ازاي الصوت عشان نقدر ان احنا نسيطر على الاصوات اللي احنا مش عايزينها، فين اماكن الكهرباء. يعني هم لو عايزين يصوروا مشهد الصبح بس الدنيا هتكون بالليل، فبيحتاجوا ان هم ياجروا اضاءه تكون قويه جدا بواتس عاليه جدا. هنحتاج غالبا جنريتور، هنحط الجنريتور فين؟ في عربيه، العربيه تتركن فين؟ كل حاجه بيتعمل حسابها. وكمان التك سكاوت بيكون مهمته انه يحط دايما خطه بديله. يعني فلنفترض ان انت دلوقتي بتصور في شقه، طلع السكان قالوا لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ ابو الانتاج ايه على دماغك على دماغ المخرج، مش عايزين دوشه في البيت، يطلبوا لك الشرطه، تضطرب، وتلاقي نفسك بتاخد دايما كل قرار على اخر لحظه، واخر لحظه دايما اغلى. فيلم الساده الافاضل وفيلم وش في وش، الفيلمين دول تحديدا معتمدين على حاجه اسمها كوميديا الموقف. يعني شخص معين بيظهر في وقت معين قدام حدث معين فانت تضحك. الافلام اللي من النوعيه دي لو ما اتعملهاش بوست برودكشن صح هيكون مجرد فيلم سخيف، لان لازم كل حركه واداء يكونوا محسوبين صح قوي. فيلم 1917 بيديك ايحاء ان وان تيك، فيلم متصور صح قوي، كل حاجه معموله صح قوي. والمثال ده هيكمل معانا شويه لان الانتاج ما بيبداش ب 3 2 1 اكشن. يوم التصوير بيبدا بحاجه اسمها كول شيتس، كل مهمه بتكون لحد بيكون عارف تفاصيلها كويس قوي علشان يقدروا ان هم يتحكموا في التكلفه. يكفي اقول لك ان بيكون في حاجه اسمها كاميرا سكريبت، الكاميرا حركتها هتكون عامله ازاي، وهنستخدم انهي عدسه، وهيكون مكانها فين، ومين اللي هيكون واقف عليها، ومين اللي هيمسك فوكس، ومين اللي هيعمل حاجات كتير قوي. بيكون في حاجه اسمها سكريبت اكسسوار وسكريبت اكل، لو هم قاعدين على سفره وفي اكل بالمناسبه بيكون طعمه وحش جدا. وده جزء بسيط من الاقسام، يعني في قسم الاضاءه وقسم الميك اب والارت دايركشن والصوت، ولينا حكايات مع الصوت. طب ايه هنصور امتى؟ ما هي دي الصناعه والثقافه، امال انت فاكر ايه؟ علشان كده لو حضرت صح في تطوير الفكره والبوست برودكشن يوم الانتاج هيكون سهل وسريع جدا. طيب المخرج ليه بياخد ملايين؟ لان المخرج دوره انه يحافظ على الايقاع ويرد على كل الاسئله اللي بتتوجه له خلال اليوم. المخرج حرفيا ما بيحطش ايده على كاميرا، لان بيكون في حاجه اسمها مدير تصوير او الدي او بي، وده دوره ان هو يطلع الصوره بالشكل اللي المخرج والكاتب متخيلينها سوا. يعني مثلا لو بتصور مسلسل زي لام شمسيه اللي قلناه في المثال الاولاني، مهم جدا ما يكونش في صوت في اللوكيشن قبل التصوير ولا وقت التصوير ولا بعد التصوير، سكوت وكآبة علشان تعرف تطلع لي المشاهد اللي احنا شفناها. ما اصل مشهد زي اللي في الاخر اللي موجود في المحاكمه ده ممكن يكون متصور في اخر يوم رمضان، وممكن يكونوا قعدوا 18 ساعه و12 ساعه في التصوير كمان. فدور المخرج ببساطه انه يخرج اقرب صوره لدماغ كده. الفيلم اتصور وان شاء الله ما يكونش فيه حاجه محتاجه تتعاد. الفنانه هند صبري قالت جمله وقفت عندها شويه، وهي الحمد لله ان في حاجه اسمها مونتاج، لان المونتاج دوره انه يوصل الرساله بالصوره عن طريق تصحيح الالوان والمؤثرات الصوتيه والمزيكا. طب هل الحاجات دي انت شايفها رفاهيه شويه؟ اقول لك لا. ابراهيم الابيض المشهد اللي كلنا عارفينه، ابراهيم ما يخافش الا من الغشيم. الغشيم يعني يا هيموتك يا هيزنقك تقتله. العمل المزيكا في الخلفيه دي هو المبدع هشام نزيه. الصوت بيدخلك في المود اللي الكاتب عايزك تعيشه، علشان كده المونتاج قادر انه يخلي فيلم عالي قوي او فيلم عالي قوي بس عادي جدا زي اي فيلم. فن السكتات مثلا ده لوحده حوار، يعني امتى ياخد لقطه للكاميرا وهي دولي ان بلغه الاخراج او زوم ان بلغتنا. الداتا بتروح له كتير والمشاهد كتير متصوره مره واثنين وثلاثه وبكاميرا واثنين وثلاثه، فالموضوع مش عاطفي خالص. ده انت عندك كمان اصوات زي صوت المفاتيح، الكاميرا والصوت ما بتلقطش الاصوات دي. صوت جزمه البطل وهو داخل ولابس جزمه فرح، او صوت البطل وهو بيجري بجزمه رياضيه في مشهد فيه سسبنس. فيلم 1917 عبقريته مش في التصوير بس، عبقريته في فن السكتات وكمان فن توصيل مشاهد ببعض تخليك تحس ان وان شوت. علشان كده هو خد جوائز كتيره جدا. ده غير كمان كميه تسجيل الساوند افكتس اللي كانت مخيفه، وفعلا حدث بيسلم حدث وسسبنس ودم عمال يجري طول ما انت بتتفرج على الفيلم. كده ممكن تلاقي فيلمك او مسلسلك عدى ال 150 مليون جنيه، ممثلين وفريق عمل وتكلفه تصوير. هنكسب منين بقى بعد اذن الفن؟ يعني عايزين بقى نتكلم عن الفرق بين فيلم اتعمل
وفيلم ابداع. انت بقى بتشوف ان الافلام بتعمل 300 مليون جنيه في اول اسبوعين ليها، ابو الثقافه يفرح، ابو الثقافه لازم افاجئ، لان ده بيكون الايراد فقط. السينما بتاخد نسبه من الايراد، وده بيكون على حسب العمل الفني اللي انت عامله والممثلين والابطال، ولكن النسبه غالبا بتكون 50-50. ولكن في اول اسبوعين شركه الانتاج بتاخد النسبه الاكبر، وبعدها النسبه الاكبر بتروح للسينما. في تكلفه بقى لسه مش محسوبه، وهي تكلفه البرنس اند ادفرتايزنج، التسويق والتوزيع، اللي هي التكلفه ممكن تكون قد تكلفه الانتاج. طلع لي الممثل ده مع ياد الموجي يسف شويه وبالمره نعرض الفيلم بتاعنا، او بيل بوردز متغرقه على كوبري اكتوبر او الدائري، وانت وشطاره فريق التشغيل والتسويق بتاعك بقى. بعد كل المدعكه دي بتكتشف ان الفيلم بتاعك ما فرقعش او ما حققش النتيجه اللي انت متخيلها، بس نجح، يعني يا دوب لم فلوسه، وخصوصا قبل ما تعمل فيلم في السوق المصري. المؤشر ده ببساطه بيقول لك ان لازم يكون لكل مواطن تيكت سينما، يعني كل مواطن يكون دخل السينما مره واحده على الاقل في السنه. فالمفروض ان احنا نكون في مصر بايعين 120 مليون تيكت، ولكن احنا في مصر بايعين 20 مليون تيكت، بينما دوله السعوديه باعت 50 مليون تيكت في السنه. ففي فرق كبير جدا بين اللي المفروض يحصل واللي بيحصل. بس اخبار لسه ما خلصتش هنا، لان الفيلم او المسلسل بيفضل يكسب طول ما هو شغال. علشان كده قلت لك اتعب في الكتابه او الديفلوبمنت، لان لو النهارده مش يومه فممكن بكره يكون. البيع بتاع البوكس اوفيس او تذاكر السينما ده بيشتغل مره واحده، او الهايب اللي هي بتاعت الاسبوعين. بره بقى بيلعبوا لعبه اجمد بكتير، نفسي في يوم من الايام تحصل عندنا في مصر، وهي الميرشندايزنج. بناء عالم من خلال الفيلم او المسلسل بيتيح للمشاهد انه يعيش جوه العالم ده، زي سبايدر مان وباتمان وجيم اوف ثرونز. عندك مثلا الرجل العناب. وعلى فكره انا مش بهزر والله، يعني البحث عن ولا على حسب كلام هند صبري الناس دخلت تسالها على اللبس البطله تلبسه، فالموضوع قريب، بس احنا محتاجين نبني له صح. ببساطه يا صديقي المثقف، عايز تعمل فيلم يكسب لازم تتعب في الكتاب، تتعب في تكوين الشخصيه والبحث الميداني، وتصور الفيلم قبل ما يتصور. عندك مسلسل زي ريفو، 0 ممثلين بس نجاحه قائم على الاخراج والكتابه والمونتاج. مسلسل زي رجل عناب متصور بكاميرا التليفون تقريبا، بس نجاحه قايم على كوميديا الموقف اللي هي تعب جدا في الكتابه. اتعب في الفكره، الجمهور هيقدرها، ولو قدرها هيحبها. سلام يا ابو الثقافه.